كيرن سأيوب. السلام عليكم. حيث متنسيت كرن سيوب يوم حتى سبتمبر سنة كل 2013 جماعته اليوم لدى الأخبار اللي كده بنكون سلف أخبار نشاطات مخابرات حشم شعبية سويسرلاند بحسب اللي باتو تتبحلام توبيات مجموعات بريكس تياتا باب بحر إجل هللا لبات تمنية زيد نعبير أخبار سمت نحكم تفاصيل التلالي لكم. حشم شعبية مكة ومؤسسات سرن دول القرب كمترجمين شكل علو جواسيسهم تراسل دول القرب لنبر إريتريين لاجين وفنتيت تلبت لجول جرول علو جرائم وأكي أفعال وقت دتما عند التفدح مستكملة أمرام. حكومة سويسرلاند مترجمات دقبو الإريتريين تلبت لجو إجلنكم سل لجو لقدوم السبب وشهادات دقيرو سبب رفض وطرز ودوم علو مكابراتنا الحشم قل بق أدرون دتيلات الشتك أكتسكم سلليات ولا قضية سن بحسب قل باتكمتو حبرات لمكابرات رترين تلبت لجوء بوروروت إجلمي لمسل أسباب لجوءكم سل قدموا إجل حشم شعبيات حبر الحال فأتوكم علو طلبنا إلى لاجين كبتكم يركب ومن قبل لهم هي سكر رفض إجل تهيبوا لا تقدر أفسار كمثال استخدموا حكومة سويسرلاند شكوى ديت التلهيلات مسألة كمثال تحت أمرام سنة كل 2015 مسألة حقوق الإنسان هولندا حشم شعبية قسم لاجئين مترجمات وموظفين توم اللي بقول أنفار مخابرات لا شك هلند بهلام شكوى قدمت كمثال على لقضية اسم حكمت عندت قدمت فتح حشم شعبية فاقركم على تأمر كل وراتات حشم شعبية خارج من فشل لحشم دي بداخل وطن حتى اقل اوقاتكم صديق قدر واللي ثبت امارات الحشم دي بخارج جدو كانت الهلا معارضات اقل فشل خدم الهلام اتقربت لنبرو شبابات اريتريا الحشم بقبي سفاراتو جالياتو وبعيد تجمع حنت مراقبتو اقل اتيوم كم خدم بالله حكوي تعوتا لاريتريين لاجين خدمات ركب منه مكاتب حكومات ومنظمات ديبو مخابراتون دعاتام اتمتابعتنا لشبابكم سلالان دلت حبرتان حتوم اريترين حيزت عدل نشاطات حشم شعبية تقربت اقل افشلو امبوطامل اللو سرقول وكي تقدم لريكم سلالان لحشم ديب خارج لعلائلو تأثير اندنا قسم يسيكم سلالان شبابات من خارج عند حلفو ندالوم أسك داخل وطن إقل التلالو مرحلة القلب واجب وطنيتهم توبيات مجموعات بريكس إجل تتحابر كم تاحك ولا حبرت لدولته لازم البحر الأحمر نوصلت ملك كباب بحر إجلها الليلة ويجيب للبل حلمنا يا عند زيد متكم سلالات أمرام حتى أباي مجموعاتنا اقتصاد عند تأتي بحر حكو ألاب كبلاشتو للبل شكاوي من الطوبيين عند زيد متكم سلالام فنتيته اداك الحزب الازدهار اللي أوهام اللي عند وسع متكم سلالات هدقم غير رسمي وعز رئيس وزراء توبيا أبي أحمد لقباوب لطفنا درجات سلطة له قيادة حكومة فدرالية توبيا ملكيت مين تعسب لك السيس منا قدم إلا للسمال على حقيقية للزيد بزحلة هاقوكم تلو مين تعسب بقانون أو بحيلة ملكية توبيا قلت تقبل اللي بالتفكير زيدكم سلالة تأمر توبيا دي لا زياد 40 من مئة إبسها شعب وزياد إسرة وسس من مئة اقتصاد على منال وكلا دول السوسات لله مجموعات اقتصاد مدحة بارام حكومة أبي أحمد بس بحر أساس كمتا إجل تفكر لتني جبين
لإجل سنين تتحلم العلت بحلل بالحلم أسباب تحزيل الليتم حكوى 30 وكل سنوات من حديث زمات رسمي تأسست تبهل الليت قوات بحر توبيان 3 مجالات قواتات تدرب قدم اللال على جلا ومراكب ديبو سيانات اندوديت وطور قوات بحر اقلتها الليلان من روسيا سدايت اندت هيبات تدالك مثل الليل تهدقم سروم جهات حكومة أبي أحمد الجبوتي أو صومال مارسا اقلت أجر برنامج بالبلوت اللوم وعز ومكايد أبي أحمد للي لكن بحر الأحمر نيرتريا من جغرافية توبيا اندفنتينا اقل رأيي ينقدل اللي وتأسيس قوات بحر توبيا أزيما مشاكل إقل أخلاق مثل قدر لحذرها اللوم أبي أحمد لا ودو حسب الازدهار نيتوبيا قدم كل سنة من استراتيجيات أرزاق أتوبيا بحر الأحمر سلفكم لترتب سباب شرح فقور علام تمدت لها لفقر الشرح حزب الازدهار من ذي برأس أتوبيا لتحبك على خينات ناي علم ومنطقة أتوبيا بحر الأحمر لتملك أرزاق منو أجفتمنى لا قبل على خينات تلبل كم علم لحزب أتوبيات بحر الأحمر باب هلا لا للبل كم تأكيدت ندينا سيوم من قوات كارج حقا كلت لبل تانحتم حزب الازدهار نتوبيا سيادتنا إلى بحر الأحمر لهلا الدول بعامته وسيادة تريتريا فنتيت لتعدكم هلا كل دولة دل تشرح سانحتم حسب التنسيق كريم سيوب باليوم دول الأخبار دي بلا تام هلام مثل كريم سيوب تلي لكم حسب التنسيقنا يوم حتى سبتمبر سنة كل 2003 مع التوم لنا يوم برنامجنا حتى سبتمبر ما تأسس ندال شعب الريال تكسس فنتوي موضوع قلنا قدم لكم تو ما تابعتكم إنسان بسم الله وعلى بركة الله إلى أبناء الشعب الإريتري في الداخل والخارج، إلى الآباء والأمهات، وخاصة أمهات الأسرى والمغيبين والمفقودين، والمشردين والتائهين، إلى الشباب الحر من شباب ساوى وأعداء الجيش الوطني الإريتري،
للشباب الإريتري في الخارج دون استثناء، إلى الأخوة في معسكرات اللاجئين في السودان وفي إثيوبيا وفي اليمن وفي جيبوتي، والأخوة المشردين ما بين الحدود ما بين السودان وليبيا، والقابئين في السجون، والقابئين رهن العسابات داخل ليبيا أو في مناطق سيناء. بمناسبة عيد الفاتح من سبتمبر، العيد 63 63 عاما، وشعبنا الإريتري حمل الثورة على أكتافه بقيادة الشهيد القائد حامد إدريس عواتي، الذي قرر في 61 شهر 9 يوم 1 قبل 63 عاما أن يعلن الثورة على الاستعمار الإثيوبي بقيادة الإمبراطور هيلي سلاسي وأعوانه من الدول الكبرى والصغرى، ومعه شباب أقل من أصابع اليد، ولكنهم كانوا يحملون إرادة تفوق الآلاف من قوات الجيش الإثيوبي، وكانوا يمتلكون عزيمة تفوق حلفاء هيلي سلاسي، وكانوا مؤمنين إيمانا صلبا قويا بعدالة قضيتهم، ولهذا قرروا أن يبيعوا أرواحهم من أجل عزة شعبهم ووطنهم ونزع حقوقهم المسلوبة. وقد رحلوا جميعهم وأهدونا وطنا من رحم الثورة التي أعلنوها من جبال أدال. قالوا للظلم لا، وقالوا للاضطهاد لا، وقالوا للقمع لا، وقالوا للاحتلال لا. نعم من أجل الوطن، ونعم من أجل الكرامة، ونعم من أجل العدالة، ونعم من أجل المساواة، ونعم من أجل الرخاء. ومن أجل هذا دفعوا أرواحهم ثمنا، وسقوا الأرض الطيبة الإريترية دما طاهرا، لتتوج تلك التضحيات العظيمة بالاستقلال المجيد الذي تم الإعلان عنه في 24 شهر 5 سنة 1991. ذلك الاستقلال الذي تم قتل الفرحة فيه، وتم اغتياله وأبطاله ورجاله من أول يوم حتى يومنا هذا. شرد الشعب والشباب، ونحن نتجرع الآلام تلو الآلام
والدم ينزف من منتصف التسعينات وحتى يومنا هذا. شبابنا يشردون، أبطالنا يسجنون ويعذبون، جرحانا يقتلون بدم بارد، أمهاتنا وآباؤنا يجرجرون ويقلقون داخل أسلاك الشائكة. آباؤنا وأمهاتنا يطردون من منازلهم بل يحرمون من دخولها. ألهذا كان التحرير أم لهذا راحت الدماء؟ والدمار الذي ناله شعبنا عندما فقد خيراته وأملاكه وتجارته وزراعته ومواشيه وإبله، كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يذوق العذاب من أبنائه. قطعا لا. الثمن الذي دفع لم يكن سهلا، ولكنه لم يدفع من أجل بناء السجون تحت الأرض وفوق الأرض وفي الصحراء وبين الجبال والكهوف ليعذب فيه أبطال هذا الشعب تحت دنادين الأرض، ويجلدون فيه بالسياط، ويحرمون فيه من الغذاء، ويحرمون فيه من الدواء، ويحرمون فيه من الأبناء. لا يرون أحدا ولا يراهم أحدا. لا يعلم الأب عن أبنائه ولا يعلم الابن عن أبيه. لا يعلم الابن عن أخته ولا تعلم الأم عن أبنائها. عن أي وطن نتحدث؟ وعن أي حرية وبأي حرية نتباهى؟ وبأي سيادة نتحدث؟ ولأي سيادة نتحدث؟ أظن أستطيع أن أقول كفى. وحانت ساعة الثورة، وحانت ساعة التمرد، وحانت الساعة التي نقول فيها لا بكل شموخ وكبرياء. ما هي النتيجة؟ السجن أهلا وسهلا، الموت أهلا وسهلا، الشهادة أهلا وسهلا. ما معنى أن تموت كل يوم وكل دقيقة وكل ثانية؟ أليس هذا هو العذاب بعينه؟ ولماذا العذاب؟ إن كانوا يرهبوننا بخونهم وجواسيسهم وسيطانهم وسجونهم، يجب أن نرهبهم. إننا نعشق الموت ولا نحب الحياة التي نبقى فيها أذلاء لهم. الجبهة الشعبية يجب أن تصبح ماضيا مظلما كئيبا قبيحا فاشيا، ويجب أن يكون القد هو الأجمل والأروع والأفضل والأعظم. وهذا بحاجة إلى تضحيات، والتضحيات بحاجة إلى تنظيم، والتنظيم بحاجة إلى تعبئة، والتعبئة محتاجة إلى استعداد ومرجلة. شبابكم في الخارج يستعدون للزحف إن شاء الله تعالى. شبابكم
يشمرون السواعد ليقولوا لمفجر الثورة إننا أحفادكم وقادمون من أجل أن نكمل رسالتكم في تحقيق الحرية الحقيقية لشعبنا وهزيمة الأعداء شر هزيمة إن شاء الله بالوحدة الوطنية الحقيقية التي لا تميز بين عرق وعرق وجنس وجنس ودين ودين وطائفة وطائفة ومنطقة ومنطقة وإقليم وإقليم. نحن قبائل نعم، ونحن عشائر نعم، ونحن مسلمين نعم، ونحن مسيحيين نعم، ونحن أبناء مرتفعات، ونحن أبناء منخفضات، ونحن أبناء المناطق الشرقية والمناطق الغربية والمناطق الجنوبية ومن الشمال ومن الوسط ومن الجنوب. نحن نعم أبناء كل القبائل والقوميات والأعراق، كلنا ضحايا، كلنا مظلومين، كلنا مضطهدين. الظلم ليس له دين، والاستعمار ليس له دين. ليس هنالك من دين يدعو للاستعمار، ودين يدعو للظلم، ودين يدعو للتدمير والتطهير. كل الأديان مع السلام، وكل الأديان ضد الحرب، وكل الأديان ضد الشر. وبالتالي يجب أن نؤمن إننا الشعب سلام وحب بيننا، لا ندعو شعبنا أن يقاتلوا أو أن يحاربوا أو أن يعادي بعضه بعضا. يجب أن ندفع بالفتنة ولا نسمح بها. وهؤلاء الحكام الذين يزيقون شعبنا شر العذاب في إريتريا هم وراء كل فتنة بين مجموعاتنا الإريترية، وهم وراء كل شر وشتات ودمار وبعثرة بين أبناء شعبنا وصفوف الأحرار. ولكن هيهات هيهات، خططهم وتدابيرهم ومكرهم أصبحت لحد ما مكشوفة، ولا زالوا ينشرون الشر والفتنة بين الناس. عليه أيها الإخوة في الداخل والخارج، علينا أن نكون حذرين جدا من شرهم، ونكون مستعدين وجاهزين لتنظيم أنفسنا أكثر، وتعبئة شعبنا أكثر، وتنظيم شبابنا أكثر، وتعزيز وحدتنا أكثر، وحماية مكتسباتنا أكثر، وخاصة الشباب الذين زحفوا واستطاعوا أن يشتتوا شمل احتفالاتهم الراقصة التي لا تسمن ولا تغني من جوع لقضايانا العادلة. شباب لواء الأرض، شباب لواء برقيد نحمده، التحية لهم، والتحية لكل ثائر مثلهم، والتحية لكل تجمع شبابين يثور مثل ما ثاروا. نحن مع الثورة، وأنا أدعو لكل الشباب في كل مكان في أوروبا أن يثوروا كما ساروا الإخوة برقيد نحمده. ثاروا من أجل عدو هو عدو لنا جميعا، وثاروا من أجل قضية هي عادلة وهي قضيتنا كلنا. فالتحية لهم، والتحية للأحرار في كل مكان، والتحية للثائرين، والتحية لكل حر وحريرة من شبابنا وبناتنا. هلموا إلى الثورة من الثورة يا شباب. ابنكم وأخوكم بخيت مسمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. شعبنا الأبي في إريتريا عبر أثير راديو سايوب نزف إليكم أبلغ التحايا والتبريكات بمناسبة قدوم الأول من الفاتح من سبتمبر المجيد، بداية انطلاق شرارة ثورة التحرير من أجل الاستقلال وتحرير الأراضي الإريترية بقيادة القائد حامد إدريس عواتي. نجدد عبر هذا التاريخ التليد ميلاد أمتنا الإريترية وسيرها الحثيث نحو التغيير السلمي من خلال العملية السياسية ضمن تطلعات شعبنا الأبي، شعبنا الإريتري. شعبنا الإريتري البطل الباسل، نحن نحيي في هذه الذكرى شعبنا الصابر والصامت في الداخل، وأيضا لا يفوتنا أن نحيي شعبنا المقام في الخارج في بلاد الشتات بهذه المناسبة السعيدة، والتي تعيد إلى ذاكرتنا ملاحمنا الثورية ورحلة الصمود والتحرر في وجه الطغيان الأسوبي وأباطرته المهزومة، والتي تجرأت على أيادينا دروس وعبر عن التضحيات الجسام التي خاضها شعبنا الإريتري الباسل البطل. وبهذه المناسبة المجيدة نجدد وبعديم لا تلين أننا على درب الأجداد والأباء سائرون الذين قدموا القالي والنفيس من أجل الحصول على استقلالهم بقيادة أبطال الأشاوس في تنظيم لواء تحرير إريتريا وحركة تحرير إريتريا والجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. شعبنا الإريتري الباسل البطل. ونحن في هذه المناسبة نؤكد أن عزيمتنا اتجاه التغيير تقوى يوما بعد يوم، بالرغم مما نعانيه من أشواق نحو الوطن بسبب الهجرة والاغتراب وبسبب السياسات القمعية التي يمارسها النظام ضد شعبنا الأعزل المسالم. ونحن نعاني الحرمان حتى لا تنطفئ شمعة التغيير، ونحن نعاني مثل ما تعانون بل أكثر مما تعانونه في صبر وثبات وإيمان بأن التغيير قادم لا محالة. جماهير شعبنا الباسل البطل في الداخل والخارج، أننا نؤكد وبكل ثقة أننا قادرون على التغيير، تخبرنا بذلك السنن الكونية وقصص القابلين، كما تخبرنا حكايات الثوار والثورة. إن الظلم مهما طال ليله فإن فجر التغيير قادم لا محالة، وإن مقاومتنا الأبية منتصرة بإذن الله. وعاش كفاح الشعب الإريتري من أجل التغيير، وكل عام وأنتم بألف خير. بالشراط عوتي من تمام راوية الدولة حامد عواتي نسكب عواتي إلا الثورة لقمة أعداء بنا أزيمة أنتقنا الحبر نخدمة نسكب عواتي إلا الثورة لقمة أعداء بنا أزيمة أنتقنا الحبر نخدمة نوشنا وعبينا قسنيتا نتمي نتكمكم أبنية دوبان عطاك النمي في تفكر من أفيات هرمونا نتهرم تشوفني بلو مطير نوال سبق نساق عدي تبقى لدينا أصني تقل نداق أبو الفراق قلول اتعلم وانو نسكب عواتي إلا الثورة لك وانو نسكب عواتي إلا الثورة لك عدايبنا أزيمة نحن الحبر نخدمها عدايبنا أزيمة نحن الحبر نخدمها بنا أزيمة نحن الحبر نخدمها قالوا نسكب عواتي إلا ثورة لقمة وشنا وأبينا سنيت نخدمها قالوا نسكب عواتي إلا ثورة لقمة أعدايبنا أزيمة نحن الحبر نخدمها Karen
سأيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حيثما تنسيتنا يوم قاشاي عزمام اللينا قاشاينا راجس أيوب سلفي يكون قلت كلمة رتو أنا لهلا الحلفة وقت طبعا بقصتنا الشيخ محمد مرانس دي بنتحاق عنها ولا كتاب دي بشيخ مرانس كتبيه، لكن يوم لا تنتهي بمناسبتنا سبتمبر ما أتنا الليت 1 سبتمبر الجمعة فيوم بلا مناسبة الله مثل السيد الأستاذ والمناضل عبد الفتاح ود الخليفة مسلوق النداء مقابلة حرينا وسلف بسمية متنسيت أستاذ عبد الفتاح دعوتنا وعزومتنا ندت كبت قبل ما أتكلم الحمد لله كفتي ندت لنا أولا الحمد لله بالسلامة أستاذ عبد الفتاح ود الخليفة لن يمين إلا دي بسهر ودي بشغل عليكم دي بمنتدى ثقافي أو مهرجان ثقافي الحمد لله بالسلامة. مرحبا بك عادل ومرحبا بك حوي هنس. الحمد لله كرنفال بالروم حلفة وقدام من كل ما تعالى من كل الأطراف من كل شنك، ودي كلها شعرنا يتقري وبعد ما لغات يعني شعر لقبا ملقبا حلاي لقبا تراث لقبا عوادينا وكتبنا اللي كتبنا كذا دي برا دي بدياسبورا كنا نمثل على سنة عود على وقروم على سلام لبلوكم وأنامة سلام قلك وسلام قل يهنس ومرحبا بكم كلمة مرحبا بك. طبعا يوم مثل مقابلتنا فنتوي برنامجته سبتمبر أو تاريخ كفاح مسلح إريتريا يوم 1 سبتمبر 1961 استبداته وتلا مناسبة الله ذكرتنا يدي نحتفل هلينا فاسكي ود الخليفة سبتمبر أقل ميتو اسكي بناي كرأي أو هي بناي كشعور اسكي سبتمبر شرح قلنا. أيوة حمد لك هو صلاح قريل لك الروم سؤال. أنا حقيقة أقلي سبتمبر ميتا من لبلوني سبتمبر ميلادنا دولة إريتريا توبه يعني إريتريا تولدت ودي مقب شويت وحمت وكالة مرت دي بسبتمبر ولدت إريتريا دول خلقت 1890 إلا حدود ناتو حدود مستعمرة نايتو بيلو طليان ودولة قات واتفاقياتنا حدود ودفن السودان وفنقينا اتفاقياتنا حدود وديت لقمنا هنا وقمنا إثيوبيا قلت تأمر مثل مليليك وبلا دولة قبت حدود أمور وبحر أمور مايا ويابس كله، لكن دي مقبت شويت عوطليان إنجليز تعوتوا ديبا وديها بالطليان هنا استقلال نحزي حرية نحزي اندنبل هاي لسلاسة مثل أمريكا جاوية لعب ودي إثيوبيا جيست حقو 10 سنة ناي رحنا عندي اللي عندي نم حدادر أو عندي نديرة حقو 10 سنة دي إثيوبيا جيست إلا 10 سنة إلا فترتنا 30 سنة حمت على ترتريها إذا كم دام من حمام للسارة صارت ومن جديد ولدت سنة 1991 سنة 9 حتى 1909 حتى نعم 91 أي 91 نعم. هذا نحن نايلة بعد لا تنبليت لبلين وتقريت لا تنبليت لسميات نايا دي 93 قد، لكن براكتيكالي من ناحية عملية بقبر 91 24 الجمعة 24/5 أتيناها وعدنا دي بدينا كم هليت أسالنا وأسمعنا العالم، ولكن لا تنبليت أو السميات 93 قبت معناها من ناحية رسمية.
ثم جينا لورقة تفكروا قلوا من بلديت ولا ده يمكن أم فلانة وأبو فلانة تقول ايوه لحدنا أمه وأبوها تأمرنا وسميتها تأمرنا من جديد وسبع ذو العلال أيوة نعم. أيوة تعود عادل تعود سنة قرون مدلي لا بالنسبة لي اللي سبتمبر أنا كنا فهم جميل. ود الخليفة طبعا اليان خططتا ومن كل من إثيوبيا فانتيتا ومن السودان فانتيتا وبحرة ونوسات تأمرت إريتريا ومنه لكن اختطفوا ومنه سبتمبر ميلادنا إريتريا انتشار حكاه الاختطاف اللي هي حالة زحام إريتريين طبعا دي بالتشرد دي لجوء وموت وبحر وصحراء واختطافات سجون. وهل إريتريا ذبهلت ولا برضو اختطاف حصل دي بكم هل اختطافها من جديد سياس ولا وتنظيم اختطافها ولا بتنبليته وسنه ليت مسلكة؟ إريتريا سنية الليت نعم إريتريا سنية الليت إريتريا من حمام للتعالت حمام للاستعمار تعافيت وشبهت النبيلات دام كله فرحة وكله جبهة شعبية مليقة بدي بسياسة وجبهة مو جبهة شعبية دي قبي نوس يعني أنا ونفس الشيء من دبيلة يعني تليه وتلي على كل عدأتها وقدام بنا ابتدى وقدام ممثل منبرا على قلون دي بسعودية لقبادي أمريكا من أي مكان قدام مزار وعد ملأت ورزق بزحة والحمد لله قرم على تلعب لكن قدام بيت واقعيه ولادة سرقة كما ولاد أب من نحو من بعدام من دي ندحب عوله شقو اللي من بعدام قدام ندحب عوله قلش جو حزو قدام يوم دي بسجن وقدام دي عيرو من اللي تقريبا دي بلتريا من الحود سينيور توب سينيور كادرس يمكن ما يغارب 3000 دي بسجون هلو بهلت مشايخ دوسكا أولاد ميرحتنا شعب دوسكا ميرحتنا قبيلة دوسكا ميرحتنا لقب بيت أبا لقب قرية دي دقيت تقبع اللهم كلهم يبدي بسجون إريتريا عدوانة بزحة أكان تتقلق الديبو أكينت يعني مرة مفقر العالم من أفريقيا سك أوروبا من أفريقيا سك آسيا ومن آسيا سك أوروبا كل القبائل اللي كنال السويس لعل اللي السويس كنال لعل اللي منينا فنجا فلسطين وفنجا مصر دي سيناي وبالذات حين حوالي 1700 وكم يعني دي بالعصر السبع قبل زمن دي بولا القناة اللي حاولت تفتحها هنا خلاص أقل البحر الأبيض المتوسط أو الميديترينيان سي أذكر اللي بتسح قبي بنا ده بجنوب بشمال هنا بسويس ده اللي بحلف بمصر هنا قبي بحر مراكب كل عالم مهمين قبنا إلا جلاب قبت أمريكا تحزينا بعدهم حزونا أوروبا تحزينا ولكن كلهم هيني يعني بسلام إلا قبي اللي من استعملوا كم ميناء جيبوتي كم كل من الرونا سنعنا لكن توم دقف إثيوبيا دقفوا نوس إثيوبيا تقرأي وعم حرقابات مثلا حرقاب أو والسلطات قلوم سلموا وفي نفس الوقت إريتريا سلموا على كده احنا عدواننا بزحة لا كانت يا ريت يتولد كودي ببيلا ورو مسؤول عبي بس كمان عدوان بزحة وإثيوبيا أيدوا أمريكا وبلا استغلالنا تأخرا النظام اللي هي كمان 30 سنة ولا دبا رأسنا ديمقراطية يكون يعني حكم جبار وحكم دكتاتوري فقط ليت من لهله أحكام دكتاتورية هلو دي بهلا عالم دي بأفريقيا أقل حاجة لمؤسساتهم غلط أبطامتهم أقل حاجة هي لشعبية حريتنا يتنقل به حرية يعني كل السجون ما الآن يكون من شعب
فهل يعني أمريكا لقبا أوروبا لقبا قال اللي نظام الفرصة هبوه قال كن اللي ده اللي باش عمله برد فرصة عباية هبوه. هل أمريكا لا عداوة مثل يعني يمكن مثل شعب إريتريا يعني يمكن للدرجات دي بدير إثيوبيا الأيدة دي منه وهذا هي النظام اللي تم اللي بلا منه ولا تم أساسا يكون سلح على تلا لحظة على يعني شوية دي بالله كمان يعني رأي كوهب كان يعني أنا بالله يعني الذي كان مثلا هيدا سلاسي مدلة ندد عدل ندد قموت أنددا عشومة أنددا عائلة أنددا عدد إبراهيم أنددا هزومة أنددا عونة أنددا عدد إبراهيم بركة عدد إبراهيم بلين دي سمت حقات أنددا جت عدا ما كنا نتولد كديو اللي كلنا ده عالم لأول مرة أمريكا يعني هيجي اللي حمامنا هنا وجعنا هنا ومقتلنا هنا من اللي سمعوا من مستر هيو سمعوا. هذا مو على اللي مستر كرامر الصحفي لحل حضره ناقله قلوم لكن طبعا كله اللي سمعوه يحزون بس أمان 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 مشكلة تعبك ما اللي يتحققون أمروا أمريكا لكن ميتو قال هي السلاسة قليل ودق النبي لو قلنا لك أفلق ولا شعب اللي بدي حسر أنا بوم الأمريكان بس يعني سميتهم قليتي كي وكيد قليل سميتهم قليت السمة النبي لو تلا تهتم بس هي السلاسة حزو بس هاي دي بيلو حقوها خلاص ريكا وانت وإذا كمان حسر وديها اللوني إذا كمان حسر وديها لون أذي ما حسر يعني السياسة ده كله تعبرت ليه كله حنتسجون يعني من هيدا سلاسة لا بس عدد سياسة قاتل اليوم من درجين لا بس عدد سياسة قاتل اليوم إذا برضو قل ما حسر يوددي يعني أمان كان عدد تقييم كهبا أيوة أنا توم ريكا لك كلا للحزو إنسان للأمونو ومثلنا نفع وحيس لبيلو توم بديل حرب أنا دي بجبهة التحرير عبيكو سنة 1978 ونهاية 77 قياداتنا جبهة بيلو نحن نأمر على مثل CIA بنوا قوى التحرير الشعبية اللي هم جبهة شعبية أساس لقبا ولا بيتروس ولا درع اللي بلعنوا ديما للسما وعلوا علاقات ودوم مثل CIA درع وبيتروس وأساسهم تمام إلا ذي الأمورة وقل حروا ولا إسرائيل كمان أقول حريت فهم كاني ده شارون دي مذكرات نايو اللي تقريت واللي قال ملان ده يقبئ لتقرينا لكريستيان دائما توم الحكومة كان مور سكيورتو قال إريتريا وقال إثيوبيا قال إسرائيل بيلم شارون دي بمذكرات نايو يعني نحن من إذا بقى أمريكان أيدوا قليلا مسلكة قال الصلاة دكتور بروفيسور تسواتي مدهني بلا يدي دراستنا أيوه اللي إريتريا سلام قال قبل هورن في أفريقيا القرن الأفريقي سلام قال قبل مصالحنا محفوظة قلت بقى من قبل إلا إريتريا تحت إثيوبيا تسنح أصدق ويليام كوهين دي بلندن سنة 91 أنا سجولها هلا مثل دي فيديو كان فوق التحليلات مشكلة إريتريا بيلو حتى تحل ديمقراطيا داخل إثيوبيا الكبرى اللي توقفون إذا تسواتي مدانا ما بيلت للدراسات نودي بأتلانتا وتجامعتنا أتلانتا لقبا والدراسات نودوا لو كل إريتريين كل أطيافهم ذاتها بس في النهاية إحنا يستاهلون لأنه دخول النظام جديد في إريتريا النظام جديد برا من حكومة أمحارة وبرا من حكومة إثيوبيا خطر هو على مصالحنا على كده كمان وده 30 سنة دم أبدوا بينا واحد من الدكاترة اللي كان في اللجنة ورئيس اللجنة كان المنتيل كاو على اللي بيقولوا اللي هاجاي وهو في نفس الوقت هو رئيس جامعة تل أبيب في إسرائيل وعنده جنسية أمريكية وإسرائيلية أعلنت له ما بين مسلكه في الأخير لبروفيسور اللي كان يدافع عن كان يقول إريتريا ما تستاهل تاخذ استقلال بيلا طيب هبومت الاستقلال بدمان هبومته وبالشنقب نسوه منهم بيرحل هو تمام لدوختنا يوم ولا فرحتنا إلى الاستقلال لا استمع قورة حقوه بل إذا لك عليك نسوه منهم بيرحل إلا أمريكاته
ما فيها كلام، أشياء مسجلة وموثقة كده كتبتها وحفظتها. يعني أي إنسان إريتري لا تابع للوطني لا مرة. أما بالنسبة لنا نحن، ايوه بالنسبة وجودنا لنا السياسه دي. ايوه تفضل واسلي. أيوة بالنسبة لنا جوا، لكن دي بعد بدير ريكا ليكا حاجة لقدام مركبة أنا يمن، لكن أساس أهداف الأمر ودي جورجو أسأله وأسمعه اللي ناس اللي كفوق يسألوا كفوق يدعى وعلاقتهم سيادي وأسمره وكنا إلا كل سياسة بيننا معلش قل ننجح قال اللودة ولا قال شعب كبسان ده بيلا حسب قبي ولا ذاته. نحن في الآخر إثيوبيا نحن بيلا ندتبل دولة ندنا سعيدي يبقى محرق اللي يجي سبا أو ندنا سعيدي بتقراي هتو دائما رأس قبي وكانت هواينا كل العبد اللي قبوا كل قرن أفريقيا بتقراي ومحرقه وبعدوه سومالو إلا حسب معلم قبل. المهم في النهاية اللي كله اللي يعني الأدام تمن ده بيلا رأيه بزح حاجات يعني قال تأثر له قدام ليه تستاهل كده أنا كفلو وولدا كده يعني قبل بعد فقره لكم من أنا ده نتبهلو بيقبل لتقتلوا وأساسا فوركي عنكم حزة مرش دي بكسلة يعني أمريكاني هتوت لسوس وهتوت لفتنة ودي وهتوت مثلا دي بقاش كنا سبكة بس دي قد قتلتهم من عامل قتلتهم ولا مي سرية دي 300 علو ولا 200 علو كم حزوا لتهاجوا فتوما دي بان احنا على امانه دي ببيانو اكل اللي بيلان لكن سرية دي قتلوا دي حماسين قدم والداي كحساي بزوحان ولاد كبسات قتلوا اللي اندبيلا قلوم فوف اندبيلا ولاد كبسات كله مسلوق يسر اللي كل اندقبي فرهت معنا حاونا لما نوم نتولد نحن اولاد كبس حماسين نبو سرايل نبو كله زي اقلي نخسرهم ولا ناس لفتنته عبايته عندما اندفروا ناس خلاص اللي مسلول علو دي بالله عيتاتهم درف عولاته ابراهيم عافا على سيد عبد الله اسمهم بلح دي يقول ما ادري مين كلهم رمضان اولياء محمد حسن امير اي هلولهم كلهم كبير هلو دي بالي الا انت ترى انت ترى فجر الصبح ما قال لك بادي بتري يتمرني حتى خطوتي وذول حمقنا ناينات كلنا وحمقنا نايلا قدام دي جبل شعبي العالم. ايوه زي طبعا فانا زي دي اسباب نتهاجل اللي انا طبعا وزي أيوة. سبتمبر تلا موجود بس سبتمبر قنابل ايوه طبعا اللي تذكروا له ليك دي موضوع كمان دي التحاليل برضو محللين اريتريين ونشطاء اريتريين يعني سبتمبر اللي بعد المحللين الاريتريين ومثقفين ولاد المجتمع وقتها اعلان لو وقت لها وقتها اعلان حركه تحرير علت وحركه تحرير علت تواصلت يمكن اللي بيقول ظروف لي ويبقى حناني اقل حيث لقدام لشعب يحد للاعلى ويحد سمع على ويحد ولت نازدم على بطريقه سلميه. فأمت على با سبتمبر كحبة للديبة برأيك اسكي لو وقت لها سكي رأيك دي بالله نقص لها خاصة أقدتها بني واستقلالنا إريتريا 91 مثل قيادة جبهة الشعبية يوم لإريتريا بديت الهليت من أساس ديبراس بسبب قيادتنا جبهة الشعبية لبادية هليت إريتريا. فاستقلال دي وقت على شوية أخر وبيلا وحيسد مسلك لو وقت لها 91 ديبا حاول استوديو قبي من 91 وقتها إعلان رلبن دي باسكي رأيك تهبني وهل استقلال إريتريا هي شفقة قبل مسلكة ولا قلة أخر أقول على تقول مسلكة مثل ظروف لا إحنا وقت كام دي بهلينا ده قلة دي بلا رأيك تهبني أستاذ. أنا خليني اللي بالك يعني دي بلا حركة تحرير ابتديت ووصلت من قبل ابتديت العلت يعني إحنا لحالتنا ولا حوايلنا يمكن زيادة وحيس على دحن وقبع على للبل رأي هلا قروم لكن حتى ورانا قصة على ديبنا نحن حركة تحرير ابتديت ولكن دائما لقيادتنا يا ولد مرحة ديبو جلابي على حضور جلابي ألبوم كأنه لي تأمر الدام من ريم لي روحتي لديوم
مرحهم هلندا مسليهم لقدام شوية يعني اللقبة ارتبكا بزح وقت وناس على قدام اللقبة سنة علت، لكن لا قيادتي علتني قيادات من قروب من رهيب من قروب يعني سنة تابعي علتني وعلتني كلها بالسودان دي بسودان تلعنت هم سيد ناود سال حياي تكو يحدقو من ذكر تكو ذات الجو اسمر على ياسين عقدة تكو يحدقو ولا تخلعي حركة كلهم اللحلة بزح تنسيقي على القيادة بتعلت من اللي لتجنيد سنة يسال قدام كل حرية جلاب الحزارب أكيد كلهم دي بخلايا أتوا ودي بوليس نظموا، لكن الحركات فشلت. أول حركات لفشلتنا شمسيتها محمد سعيد شمسي يعني سنة 63 كمريكا أكيد اكتشفوه وقدام طاردوه وكم يعلو قبو ورود كاين هربا رافل لبتها قبيدا كل دي قبل موتها ومن شمس نوس نفس رافعة يعني ساعدوا لمنادلين وشرفاء إريتريا وجيبوتي وأتوا من جيبوتي بيمن الدوداء متبلعت سعودية أتوا من سوريا جيس الدربة واستشهد حوالي سنتين دي بشعب شهر 1/15/65 حقول الحركات لكاليتنا إلى انقلاب على يعني إلا ما فشلت لا كرا عبدو الذي سازحيها لسك زي اللي بلها دي قندع نبر، لكن حركات التوة ده لرئاسة البوليس كلهم فشلت يعني أكيد اكتشفوها ومبزحهم لسي اي دي تات وقال لنا أنا إثيوبيا أكيد اكتشفوها أكيد زبطت وانتهت جبهة التحرير، لكن اللي تنظيمنا داخل وكنا مرة كم قوبية يعني عند الزحف كويس اللي ينفعنا حركة عسكرية بالعلو طبعا اللي من القاهرة العلو توم سيد حسين آدم محمد علي أكتي ومسيد أنططة ومن بعدها فمكاني وشعبنا خلاص حركة تحت جاي أسلحة لزابة علو من أديس أبابا وبدأوا يعمل اللي عواتيمه من الابتدائية يمكن اللي جماعة أديس أبابا اللي تحركوا العلو من القاهرة اللي تحركوا العلومة وابتدوا علو أيوة وابتدوا علو عشان كده السلاح عند الاتزات وقدم بداية جبهة التحرير أتى ومثل دي أديس أبابا لو كانوا صالحين نفسهم وبزوحام اللي بعدها ناس ما يوم لي أمر قلت فتشوا وقلت كتبوا وقلت أمروا لهم اللي هم كلهم لأسلحة الذهبة وحركة علم كان يعني إذا بقى في النهاية حركة مرة لتنظيم لا يقرون على شعبنا من سراي شعبنا من حماسين شعبنا من قلوبزاي شعبنا من سمرقل كله قلب سحوق أترك والدنيا الصبح ومسشقر على منبر السودان ورد تحرك محي الدين علي يمكن سامعهم بتقبل اللي بقرق بي واحد على عن طريق السودان الدوديكا ساحل كل ذات ممكن عبت حدك حشوماتات دوديكا سمهر بسعك وباقي ساحل وصار هي من برشلونة تتحرك بكسلان دوديكا السنة تتسكرن لخطنا على شق على ولا ومال يعني يوم ذات شكرا لبيلهم الأبود، لكن لقى يوم شوية رياب على عشان كده لقياداتنا إلى حركة نفسها سالحية عند بيلك تكو حدقون دبيلك من دبيلك كلهم حركة حق وجب التحرير متو لأنه عمل فعلي مواجهة دول أنت حركة البطوء حتى كلا تقيس على حتى معركة دي إلا كرن ودوا أقردت كلا أقردت قبل بأببي بس ولا تقول هاي السلاسة موت قرب الزبطة دي بقرو سيدنا أحمد صالح موتا حامد فرج قرو الزبطة فرتك ودهم وزير العدل عمر حسنة دي بموتا جاب التحرير العنف الثوري اللي هو تقريبي بلانا يعني اللي بس بحيلتك النسام بحيلتي لقبلني أيوة تمام. من نقطة مهمة الروس اللي كادب إلا مسألة حركة التحرير قياداتها برا علو وبالأسباب اللي هي فشل يمكن شبه فشل لحركتهم بطيئة علت قروتها يوم قيس علو بسبب قياداتهم برا جوا وعلو وجهوهم سنوا قيسات على قلبه يبلا ولا كفال تلقى ان بترتو نفس النقطة اللي مهمة سبت قبل بك على كفال قلنا التلالياتو قيادات قيادة كريم كمن هلو هي كفوتا العمل كفو نجح وكفو فشل
هاي قريبات هاي سمت تنسيتنا أولا كفال مثل كاتب ومنادل عبد الفتاح ود الخليفة نودي له لنا مقابلة أتلق الوسام لنا قلنا تلاليتك على كفال كيرن سأيوب هاي سمت تنسيتنا يوم برنامجنا قلنا أتمم أخبار إقلت قمقلكم حشم شعبية مكة ومؤسسات سرن دول الغرب كمترجمين شكل علو جواسيسهم تراسل دول الغرب لنبر إريتريين لاجين وفنتيت تلبت لجول جرول علو جرائم وأكي أفعال وقت تم عند التفدح ما تكمل تأمرام حكومة سويسرلاند مترجمات دقبوا الإريتريين تلبت لجو إجلنكم لجو لقدوم السبب وشهادات دقيروا سبب رفض وطرز ودوم علو مكابراتنا الحشم قل بق أدرون دتيلاتهم الشتك أكتتكم سلليات ولا قضيته سن بحث قل بقتكم تو حبرتم لمكابرات رترين تلبت لجوء بوروروت إجلمي لمسل أسباب لجوكم سل قدموا إجل حشم شعبيات حبر الحال فأتوكم علو طلبنا إلى لاجين كفتكم يركب ومن قبل لهم هي سكر رفض إجل تهيبوا لا تقدر أفسار كمثال استخدموا حكومة سويسرلاند شكوى ديت التلهيات مسألة كمثال تحت أمرام سنة كل 2015 مسألة حقوق الإنسان هولندا حشم شعبية قسم لاجئين مترجمات وموظفين توم اللي بقول أنفار مخابرات لا شك هل بهلام شكوى قدمت كمثال على لا قضية اسم محكمة قدمت فتح حشم شعبية فاقركم على تأمر كل وراتات حشم شعبية خارج من فشل لحشم دي داخل وطن حتى اقل اوقيكم صديق قدر واللي ثبت امارات الحشم دي بخارج جدو كانت الهلا معارضات اقل فشل خدم الهلام اتقربت لنبرو شبابات اريتريا الحشم بقبي سفاراتو جالياتو وبعيد تجمع حنت مراقبتو اقل اتيوم كم خدم بالله حكوي تعوتا لاريتريين لاجين خدمات ركب منه مكاتب حكومات ومنظمات ديبو مراقباتو انداتام اتمتابعتنا لشبابكم سلالان دلت حبرتان حتوم أتوبيات مجموعات بريكس إجل تتحابر كم تاحك ولا حبرت لدولته لازم البحر الأحمر نوصلت ملك كباب بحر يقلها الليلة ويجيب للقل حلمنا يا عند زيد متكم سلالات أمرام حتى أباي مجموعاتنا اقتصاد عند تأتي بحر حكو ألاب كبلاشتو اللي بالشكاوي من أطوبيين عند زيد متكم سلالام الفنتيته إداك الحزب الازدهار اللي أوهام اللي عند وسع متكم سلالات هدقم حيسام التنسيق كرن سأيوب لاقي اليوم الدوليا ملعلنا برنامج نادي باللي تمم هلا متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئ جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقنا متحكمتو أسكو دحن اسمنو